هيك نسوان صافن، اني والله صافن اكو هيك نسوان بالعالم كليته. انت مصادقه واحد وزوجة صاحبك عرف انه انت عندك علاقه وياه، فزوجة صاحبك لانه هي بيها لوله تطلب تكون العلاقه ثلاثيه. شلون العلاقه ثلاثيه؟ يعني ثلاثه مصاليح على السرير. سقوط اخلاقي، صح اختي، سقوط اخلاقي والله. اني صافن لك، معقوله هاي تحكي وياي اني وتريدني انا اسمع هذا الكلام واتقبله واطلع ادافع عليها ضد شخص اسمه مهند؟ مظلوم هذا مهند والله العظيم. هذا مهند رجل دجاجه ما يحل، فقير ومظلوم وما عنده كل شيء. ريان ايش دا يقول؟ ايه خليني اني اكمل. ريان يريد يقاطعها، ريان يدري اني ما اقبل بالعوجه، ريان يعرف اني ما اقبل بالعوجه، وهذا اللي دا اسمع الكلام هذا كلام اعوج. اسكتي ما اسكتي ما وحق لا اله الا الله، هذا اللي دا احكي لكم اياه هو اللي صار. ما اسكتي اني اكمل الحيدر. ليش ريان ما يريد مها هي تكمل؟ لان ما ثولة فطيره دا تحكي شنو اللي صار، عبال اني مثل ريان زاحف فراح ادافع عليها واصعدها بالباب بالبث واي مها سولفي وما اعرف شنو. لا احنا ما نقبل بالعيله عمي. زين ما ادري ريان علي من طالع، يعني ريان انت مفروض يعني مو انا كنت احترمك يعني والله مع الاسف تحترمك واقول عليه خوش ولد واقول عليه خوش زلمه، طلعت انت توقف ويا الباطل على مود مثلث، على مود مثلث تبيع القضيه انت. مع الاسف عليك والله، ما اقول لك شيء بس مع الاسف عليك. شلون هي صارت علاقه ثلاثيه بين، ما قالت علاقه ثلاثيه، علاقه عائليه. يعني قالت لي انه خديجه طلبت هذا الشيء من عندنا فصارت بيناتنا العلاقه العائليه. هي ما تعرف تقول صارت بيناتنا علاقه ريسام. سولفت وقلت لها زين هذول الجهال اللي بحضنك، يعني هسه هذا عندك ولد بحضنك ما ادري شو اسمه، وعندك طفل الاخ انت حامل بالطفل الاخ، هذا الطفل الاخ مين؟ قالت الولد الاول شلون صار؟ قلت لها شلون صار عندك الولد الاول؟ قالت لي انا رحت تزوجت مهند بالسويد، راحت للسويد تزوجت مهند. زين دقيقة كتم خلي احطك لين هواي حكيت. راحت للسويد تزوجت مهند. منو وصلها للمطار حتى تروح تتزوج مهند؟ منو وصلها بشرفكم؟ والله وصلها شخص انقص من القواد، وصلها رفل نفسه. يعني اكو واحد يودي صاحبته بيده، يعني رفل ودى صاحبته بيده للمطار حتى يركبها واحد ثاني. باع العهر باوع. خلي بالك يمي يا ابويا، خلي بالك يمي، لان هاي السوالف دا احكي لك اياها بدون تجميل بدون بهارات. رفل وصل مها بيده للمطار، روحي حبيبتي روحي زوجي روحي نامي ويا مهند وتعاي ترجعين لهنايا. فانت متزوجه بعد ما راح تطلب من عنده يتزوجها، لان ما اذا يعني ما تزوجت راح تطلب من رفل تزن على راسه زوجني زوجني زوجني، فما راح يتزوجها. اول شيء شلون استفاد؟ ما راح يتزوجها وراح يصير زوجها مغفل، هو اللي فاتحها، وتقوم تجي يم رفيل وينام وياها وعادي، بعد يصير الموضوع كله اوبن، يصير بعد مسألة عائلية. تقول رحت اني تزوجت مهند، بقينا فترة وقلت له مهند اني راح مهند ايش قال لها مهند؟ قال لها انت تريدين تعيشين بالسويد لو تريدين تعيشين بكندا، يعني ترجعين لكندا. ايش قالت له؟ قالت له لا انا اريد ارجع لكندا لان هناك يعني اللغة مال البلد اعرفها وعندي ناس هناك وعندي صديقتي وزوجها. ما قالت صاحبي، ما قالت للمؤنث صاحبي. ليش؟ لان سوالف مال عاهرات يطلقه. زين يروح الخيط والعصفور كلهم يروحون. شيرونا الله في شباب، شيرونا خلي الناس تعرف حقيقة مها هاي الفيطي.